السلام عليكم، مساكم الله بالخير. الله يحميني ويحميكم ويحمي كل غالي. الموضوع روابط، انتبهوا يا جماعة. والمقصد من هذه الروابط الابتزاز طبعا. وش هذه الروابط يا حسن؟ هذه الروابط تجيك من أي جوال، سواء من جوال صاحبك يكون مهكر، من مواقع، من أي مكان، من الموقع الأسود، من الموقع هذا نفسه، يدخل عليك في المحادثة، يكون حساب صديقك مهكر ولا أي حاجة، يطرش لك رابط. هذه الرابط مجرد ما انت تضغط عليه يصور وجهك. والمقصد طبعا من هذه الروابط الابتزاز. عارفين احنا السالفة كلها، ما يبي لها واحد اثنين. وبالاخص ونخص خواتنا، الله يحفظهم ويستر عليهم، وبناتنا. فانا الحين بحط لك الحين الطريقة اللي انت تتفادى فيها هذه المشكلة، وطبق بالشروحات. بسيط، هي 3 خطوات تسويها: سفاري، عقب الكاميرا، عقب تسكر. بحط لك الشرح الحين فيديو، ولا يوقف عندك الفيديو لانها في ذمتك ترى. انشر الفيديو وخله ينتشر على اكبر نطاق، لان الحين هذه الحركة منتشرة بكثرة. انا مكلميني 2، وتوني على قولتهم بعد قاعد اتصفح وادور في المواقع، لقيت اكثر من واحد يتكلم عن هذه النقطة. فلا يوقف عندك الفيديو، منشن ربعك ومنشن اهلك وجماعتك. انتبه على الفيديو الجاي وطبق. تحياتي. الاعدادات اللي لازم انت تسويها: تدخل على اعدادات الايفون، تنزل تحت عند سفاري. بعد ما تروح عند سفاري تنزل تحت، اخر شيء بتحصل عندك هني الكاميرا. تدخل على الكاميرا، عندك طلب رفض سمح، وتسوي رفض. بعد ما تسوي رفض، شو اللي بيصير بكذي؟ اي رابط راح يجيك الردي اصلا راح ينرفض دايركت، والكاميرا ما راح تبطل. اي رابط يجيك يعني في فتح حق الكاميرا راح يرفضه دايركت. وبكذي انت حميت نفسك وحميت اهلك وحميت جماعتك. لا تنسى، ارد واقول لك: انشر الفيديو، خله يوصل حق اكبر عدد ممكن. تحياتي.